مساء الخير عليكم. والآن مع الفقرة الاستعراضية هنتكلم النهاردة في برنامج غرائب وطرائف عن تاني أهم جايزة حصل عليها الدكتور أحمد زويل رحمه الله. أحب أقول وأصرح إن في جايزة أهلته إن هو يحصل على جايزة نوبل، ورشحوه إن هو يحصل على الجايزة دي، هي جايزة وولف. الجايزة دي بتمنح مرة كل سنة في 6 مجالات في إسرائيل. فالجايزة قيمتها $100,000، غير طبعا قيمتها العلمية كتاني أهم جايزة على مستوى العالم وأهم جايزة في دولة إسرائيل. المشكلة بالنسبة لي مش إن هو يكون حصل على جايزة من دولة إسرائيل، لأن العالم كله المفروض يقدر الدكتور أحمد زويل، بس المشكلة النفي اللي حصل اللي إن هو اشتغل في إسرائيل أو إن هو بره على إسرائيل، أو كلام عن الجوائز أو الكلام إن أنت رحت الكنيست أو رحت إسرائيل نفسه هو بينفي الكلام ده. طب أنت ليه بتنفي حاجة زي كده؟ يعني عملت حاجة شايف إن أنت خجلان منها. يعني بالنسبة برضو المصدر ان انا جبت المعلومة دي منين، ممكن تخش تشوفوا السيرة الذاتية لأحمد زويل والجوائز اللي حصل عليها على ويكيبيديا، على اي موقع كاتب عن السيرة الذاتية بتاعته هتلاقوا الجوائز، هتلاقوا من ضمنها جائزة وولف. وللمعلومة بس ان هو حصل على جائزة وولف في الكيمياء، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء، عشان بس نبقى موضحين النقطة دي. الفيمتو ثانية مش اختراع، هو اكتشف الفيمتو ثانية، طبعا دي حاجة عظيمة جدا مفيش فيها أي جدال وأي نقاش. حتى دكتور أحمد زويل وهو رايح يستلم جائزة نوبل كان في السفير المصري والسفير الأمريكي، اعتذر السفير المصري ودخل مع السفير الأمريكي. ده مسي عليكم، ليلتكم نضيفة، حلقة بجد شوية. سلام.